السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد عرفة. النهارده هنتكلم عن تليفون من شركة سامسونج، وهو تليفون ببطارية عملاقة جدا هتعجبكم قوي وهتكمل معاكم اليوم وبزيادة. التليفون ده هو سامسونج M34. التليفون ده بشكل رسمي خلاص نزل السوق المصري، عشان كده احنا هنتكلم عليه ان شاء الله النهارده. هنقول مميزاته وعيوبه مع بعض ونقول السعر بتاعه في اخر الفيديو. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدا. طالما ذكرنا فئه الام يبقى احنا بنقول على مميزات كبيره قوي في الفئه دي، ان هو فئه بتنافس في الفئه الاقتصاديه وبتنافس في الفئه المتوسطه. ان شركه سامسونج بتهتم جدا بفئه الام وفئه الاي بالذات، ان هم بينافسوا في الفئه المتوسطه والفئه الاقتصاديه. من غير ما اطول عليكم هنبدا على طول بوزن التليفون. وزن التليفون هنا بيجي 208 جرام. هو تقيل نسبيا شويه، ولكن مسكته كويسه في الايد بسبب الاستحواذ الكبير للشاشه. للاسف الشديد التليفون كله جاي من البلاستيك الكامل، والبلاستيك ده بلاستيك مقوى. يعني التليفون يعني لو وقع منك هيستحمل صدمات كتير جدا، بعكس الازاز لو وقع منك شكرا خلاص هياخد الشرخ شرختين او يتكسر خالص وتضطر انك تغير ظهر. ولكن في ناس كتير بتحب الشكل الجمالي وفي ناس كتير بتحب المتانة، فالتليفون ده موجه للناس اللي بتشتغل شغلانات اللي هو التليفون بقى ممكن يقع منها والكلام ده، يبقى هو ده مناسب ليك. او انت برضك على حسب اهتماماتك انت اللي هتختار التليفون اللي انت عايزه. تليفون بيدعم تركيب شريحتين زائد كارت ميموري، ودي حاجه كويسه جدا ما بطلنا ان احنا نشوفها في الفئه دي، الفئه العليا او الفئه الاقتصاديه. وطبعا نيجي لشاشه التليفون. شاشه التليفون اللي هي طبعا اكبر واقوى ميزه من شركه سامسونج، اقوى شركه في الشاشات طبعا من غير اي منافسه. وهنا شاشه التليفون بتيجي سوبر اموليد بقياس 6.5 انش بعدد بكسلات 396 بكسل، وبتيجي سطوحها 1000 نيتس. ونيجي بقى للمعالج بتاع التليفون. معالج التليفون هنا بيجي من شركة سامسونج وهي اكزينوس 1280. المعالج ده 5 نانومتر، موفر قوي جدا للبطارية، يعني موفر للطاقة. لو لعبت عليه هيكمل معاك اليوم مستريح. ده زائد ان احنا قلنا يعتبر اقوى مميزاته وهي البطارية. والتليفون جاي مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 5.1 مبنية على أندرويد 13. التليفون بيجي بمساحة 128 جيجا مع 6 جيجا رام أو 8 جيجا رام، ودي النسختين اللي موجودين بس ملوش أي نسخ تاني. وهنا يا أبو حميد الكاميرات اللي موجودة في التليفون 3 كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي. الكاميرا الأولى وهي الكاميرا السيلفي طبعا هنبدأ بيها، وهي 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وهي هنا هتديك أداء مقبول جدا في النهار، او هتديك اداء كويس شويه. ولكن في الاضاءه الليليه او الدنيا لما تكون مظلمه مفيش اي تفاصيل، مفيش اي حاجه. كاميرا ضعيفه جدا بصراحه. لو انت من اهتماماتك الكاميرات تهتم بالسيلفي بالذات، هقول لك خلاص التليفون ده خارج اهتماماتك. ولكن التليفون ده رايح للناس اللي محتاجه التليفون على طول يكون شغال معاها بسلاسه او شغال معاها مده طويله. ان التليفون طبعا انت عارفين مش بعيد عن التليفون مفيش حاجه كامله، الحلو ما بيكملش. انت معاك حاجه كلها حاجه كويسه، بس هتيجي في نقطه معينه تلاقي في حاجه وحشه فيها. فهي دي تقريبا اول عيب معانا، وهي الكاميرا السيلفي. التليفون هنا يا ابو حميد بيجي معانا بثلاث كاميرات خلفيه. الكاميرا الاولى 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، ودي فيها مثبت بصري حي. والكاميرا الثانيه بتيجي معانا 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.2، ودي الالترا وايد. وبتيجي معانا الكاميرا الأخيرة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي للماكرو. فالكاميرا الخلفية هتدي لك أداء ممتاز، زائد المعالج اللي موجود فيها هيعالج الصور بطريقة كويسة جدا. معالجة سامسونج عموما للصور ممتازة بصراحة. فأنت لو مهتم بالكاميرات الخلفية، لا هقول لك الكاميرات الخلفية هنديها 8/10، هتبقى كويسة جدا بصراحة. ولكن الكاميرا السيلفي زي ما احنا قلنا سيئة جدا. فانت لو هتعتمد على كاميرا السيلفي انا بقول لك بلاش التليفون ده. وسائل الحمايه اللي موجوده في التليفون هما اتنين. الوسيله الاولى البصمه موجوده في زرار الباور وادائها مقبول جدا بصراحه. والحاجه التانيه يعني المعروفه يعني اللي هي بصمه الوش وادائها ممتاز. هنا الجهاز بيدعم ال NFC، ودي حاجه برضك يعني عاديه الحمد لله ان هي موجوده يعني. ونيجي هنا للبطارية. بطارية التليفون هنا يا صديقي بتيجي ب 6000 ملي أمبير. زي ما سمعت كده 6000 ملي أمبير هتقعد معاك اليوم وبزيادة. حاجة ممتازة جدا بصراحة. ولكن هنا سرعة الشحن اللي بتدعم بيه التليفون
هو 25 واط. فدي حاجة أنا مش عارف يا فرحة ما تمت. 6000 ملي أمبير مع 25 واط، تقريبا التليفون هيشحن معاك في ساعة ونص أو ساعة وربع، ساعة وتلت، على حسب بقى ما أنت تجرب التليفون. دي حاجة أنا مش عارف أقول إيه، بس هي الميزة اللي موجودة في التليفون هو 6000 ملي أمبير. أنت ممكن أقصى حاجة أنت هتشحنه مرة واحدة في اليوم، مش هتضطر تشحنه مرتين حتى. ولو أنت بتستخدمه في الألعاب آخرك شحنتين وهيقضي معاك اليوم بالكامل يعني. هي العيب الوحيد اللي موجود ان هو 25 واط، يعني أنا مش عارف ليه بصراحة. حتى هي سامسونج معروفة في الشواحن بتاعتها، حتى الهواتف الرائدة بتاعتها بتنزل ب 25 واط. انا ما اعرفش ليه بصراحة. وهنا النسختين اللي معانا سعرهم، النسخة الأولى ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام عاملة 10300 جنيه، ومعمول عليه خصم دلوقتي في أمازون وعامل 9900 جنيه. لو عايز تجيب التليفون الحق هاته دلوقتي. والنسخة التانية اللي معانا 8 جيجا رام مع 128 جيجا عاملة 12000 جنيه، ومع خصم على أمازون عاملة 10000 جنيه. فأنت لو مهتم إنك تجيب التليفون فهو دلوقتي سعره رخيص، تقدر تشتريه. بس التليفون ده بيديلك معالج ممتاز، بيديلك كاميرا خلفية كويسة، بيديلك رامات، وبيديلك سعة تخزين كويسة، وفي 3.5 ملي، معاك بطارية عملاقة. انا شايف ان دي توليفه كويسه من سامسونج بصراحه، وهي بتعملها لنا على طول في فئه الام وفئه الاي. تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. واهم حاجه الاشتراك يا ابو حميد، ما تزعلش ابو حميد منك. عايزين نوصل ل 200 مشترك، يعني احنا دلوقتي 86 يعني، وانا بصور الفيديو ده انا لسه 86 مشترك. يلا، كان معاكم احمد عرفة. سلام.